الحقيقه الشعر عموما بيتولد نتيجه احداث او نتيجه ثقافه احداث. عشان كده بقى لنا حوالي 30 سنه ترجمه الشعر عموما بتظهر في الغنى اكتر حاجه. عشان كده بقى لنا فتره بنقول الغنى راح فين القديم وراح فين لما بنسمع حاجه كويسه، او حتى لما بنسمع صوت كويس زي بالظبط بنستغرب او بتبقى حاجه جميله. فعموما احنا بقى لنا فتره طويله قوي، يمكن اكثر من 30 سنه من اول حكم مبارك تقريبا مرورا لغايه دلوقتي، والدنيا متكسره واحنا مهزومين من جوانا. بنصحى كل يوم نلاقي مشكله ونلاقي ورطه فبنكتب. فيوم 21 صحينا في 25 صحيت على موت شيماء ويليها اكتر من حاجه، وقلت صباح الثوره، صباح الثوره على الدم اللي راح ببلاش، صباح الحق في الانعاش، صباح شيماء بتهدي الورد فنهديها الكفن والشاش. اول حاجه قديمه شويه بقى حد فاهم المعايير دي 2002. يا ام حتشبسوت محبوسه جوه تابوت، وكتروا ليلها كسوس احمس وتوت ميمون، نظره الفراعين لسانه على دينك، سبتينا للهلافيت اكلونا سلاطينك، البرد مستورد من عبدة الخنازير، للطب بنصدر ودوانا بقى فوازير، والمية مش من النيل ده الهم في ازايز شاربينها في اسرائيل او امريكان جايز، القطن جاي من الصين يا طويلة التيلة، ناقص نجيب الطين يا قلة الحيلة، القمح ده روسي وبخورنا هندوسي، لا قمح مش مطحون وانا زرعه بفلوسي، اهيني عيب الشوم من فين اجيب النوم، من فينا قال راجل راضي يبات مظلوم. خبر جديد عاجل، خبر جديد عاجل، ليه العيار فالت طار الحمام زاجل، لما الرجال مالت قامت نسا قالت جسور خلاص زالت، رجالة مع ستات قوانين هنا سادت، مسواه وساوي الروس، وجوزك المحروس في البيت يربي عيال موكوسة على موكوس وكحيلة للخيال، يا حفدة الفراعين يا خلدي للأجيال، لآلة النساوين فتاوي ومهالك، ضمير وكان سالك في الغربة مات مقتول ما سمعش لسؤالك، راجع